اهلا بيكم الصف الرابع الابتدائي في الترم الثاني وماده الدراسات الاجتماعيه. معانا النهارده الدرس الاول، انماط سكان بلد. ايه هي كلمة أنماط السكان دي؟ أنماط السكان يعني أنواع السكان، يبقى عشان نبقى فاهمين من البداية أنماط السكان يعني أنواع السكان. طيب تعالوا بقى نشوف أنواع السكان اللي بيقولوا عليه. عندنا من أنماط السكان اللي هي أنواع السكان 3. عندنا سكان الحضر ودول اللي بيعيشوا في المدن. طيب وتاني نوع سكان الريف، دول اللي بيعيشوا في المناطق اللي فيها زراعة. طيب وتالت نوع من أنماط السكان سكان الصحاري، دول اللي بيعيشوا في الصحراء. زي ايه؟ زي البدو. احنا عرفنا انماط السكان يعني انواع السكان، وهم 3 انواع: سكان الحضر ودول اللي بيعيشوا في المدن، وسكان الريف واللي بيعيشوا في المناطق الزراعيه، وسكان الصحاري اللي هم بيعيشوا في الصحراء اللي هم البدو. طيب احنا دلوقتي عايزين نعرف هي مصر عدد السكان اللي فيها قد ايه، وهي بتعمل الموضوع ده ازاي اصلا؟ احنا بنعمل الموضوع دوت عن طريق حاجه اسمها تعداد السكان. تعداد السكان ده بيحصل في مصر كل 10 سنين. اخر مره حصل فيها كان في 2017. كنا كام؟ كنا عددنا كام؟ كنا 94.8 مليون نسمة. طب هي ايه نسمة دي؟ نسمة دي يعني انا لما اجي اعد السكان باسمها، بعد ما اعدهم العدد اللي هيطلع ده اقول عليه مليون نسمة، لازم اقول كلمة نسمة. طيب يبقى احنا عرفنا ان اخر تعداد حصل في مصر كان في 2017، كنا 94.8 مليون نسمة. بيحصل قد ايه؟ بيحصل كل 10 سنين. يعني هيحصل تاني امتى؟ هيحصل كمان 10 سنين، يعني 2017 قلنا حصل، ضيفوا عليه 10 سنين يبقى هيحصل في 2027. طيب احنا عرفنا كده ان في حاجه اسمها تعداد سكاني. طب هو مين اصلا اللي بيعمل بقى التعداد السكاني؟ مين المسؤول عن التعداد السكاني؟ جهاز اسمه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. يبقى احنا عندنا التعداد السكاني المسؤول عن الموضوع ده هو الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. يبقى هو ده الجهاز اللي بيعمل لي التعداد السكاني. بس انت هتلاقي عند الجهاز دوت حاجة اسمها فوق كده، اسمها الساعة السكانية. الساعة السكانية دي، الساعة السكانية دي بيديلك الرقم بتاع عدد السكان دقيقة بدقيقة. يعني ايه برضو؟ مش فاهم. اقول لك، يعني كل ما يزيد واحد في البلد في مصر بيزيد في الساعة، في عدد الساعة. يعني الساعة دي بتديني عدد السكان لحظة بلحظة، صح؟ هي كده. يبقى في حاجة اسمها عندي الساعة السكانية دي موجودة عند الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في كل بلد، بتديك عدد السكان لحظة بلحظة. يعني كل دقيقة لو زاد مولود بتديك إن زاد مولود. وخد بالك انت لو عاوز تعرف الساعة السكانية في المحافظة بتاعتك هتلاقيها. يعني هتلاقي في محافظة القاهرة في ساعة سكانية بتديك عدد المحافظة، عدد السكان اللي في المحافظة. وفي محافظة الجيزة نفس النظام، محافظة الشرقية، محافظة شمال سيناء، هتلاقي موجود الساعة السكانية في كل محافظة، بتديك عدد المواليد لحظة بلحظة، يعني دقيقة بدقيقة. بس عاوز اقول لكم معلومة مهمة جدا، الساعة السكانية بتديني تقديرات لعدد سكان مصر. يعني ايه؟ يعني ما بتدينيش معلومات دقيقة عن السكان نفسها، عكس التعداد السكاني تماما. طيب لو جه سؤال دلوقتي وقال لماذا يزداد عدد السكان في مصر؟ هنقول بسبب ارتفاع عدد المواليد اللي هو كل شوية بتسجلهن الساعة السكانية. يبقوا تعالوا كده نقول تاني، الساعة السكانية دي هتلاقوها موجودة في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بتديكوا عدد السكان دقيقة بدقيقة. يعني لو زاد مولود هتكتب ان ايه؟ زاد رقم، زاد واحد. طيب بس الساعة السكانية دي بتديني تقديرات لعدد سكان مصر. لو جه دلوقتي وقال لك لماذا بيزداد عدد سكان مصر، هتقول بسبب ارتفاع عدد المواليد، بسبب ارتفاع عدد المواليد. طيب مش ممكن دلوقتي حد فيكم يقول لي احنا ممكن نستغنى تماما عن التعداد السكاني طالما الساعة السكانية بتديني عدد المواليد لحظة بلحظة؟ يعني بتديني عدد السكان بتاع مصر دقيقة بدقيقة. هقول لك لا، هقول لك لان الساعة السكانية دي بتديني تقديرات لعدد سكان مصر. يعني ايه برضو؟ يعني ما بتدينيش معلومات دقيقة 100%. اما التعداد السكاني بيديني ايه؟ بيديني معلومات دقيقة قوي، بيانات عن السكان نفسها. زي ايه؟ زي نوع السكان، ذكر او انثى، العمر، عنده كام سنه بالظبط، محل اقامته، يعني هو عايش دلوقتي فين، عايش في القاهره ولا في اسكندريه ولا في منطقه معينه. طب مستوى تعليمه، هل هو متعلم ولا مش متعلم؟ هل هو الحاله الاجتماعيه بتاعته متزوج ولا اعزب؟ الوضع الاقتصادي بتاعه عامل ازاي؟ كل دي بيانات بيدهاني التعداد السكاني. طب هو التعداد السكاني مهم للدرجه دي؟ ايوه مهم، عشان بيديني بيانات عن السكان نفسها. تاني كده مع بعض، بيديني ايه بقى البيانات دي؟ بيديني النوع والعمر
ومحل الإقامة ومستوى التعليم والحالة الاجتماعية والوضع الاقتصادي. دي معلومات مهمة لازم تحفظوها كويس جدا. يبقى احنا عرفنا دلوقتي ليه التعداد السكاني مهم وما نقدرش نستغنى عنه، عن عكس تماما الساعة السكانية. قلنا الساعة السكانية بتديني تقديرات لعدد سكان مصر، أما التعداد فبيديني بيانات السكان نفسها. وعرفنا إن هو بيديني النوع والعمر وشوية بيانات مهمة جدا لازم تحفظوها. وعرفنا كمان إن التعداد السكاني بيحصل كل 10 سنين، يعني هيحصل المرة جاية في 2027. آخر مرة حصل فيها إمتى؟ كان في 2017. كنا كام؟ كنا 94.8 مليون نسمة. وقلنا مين المسؤول عن التعداد السكاني؟ قلنا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. طيب لو هنيجي نشوف دلوقتي تعريف التعداد السكاني نفسه ايه هو حصر شامل للسكان كل قد ايه؟ كل 10 سنوات زي ما قلنا من شوية. يبقى التعداد السكاني هو حصر شامل للسكان كل 10 سنوات. طيب ليه بنعمله بقى؟ علشان نحدد الخدمات التي يحتاجها السكان في الحاضر اللي هو وقتنا الحالي ده، وكمان المستقبل الأيام اللي جاية والسنين اللي جاية. يبقى التعداد السكاني هو حصر شامل للسكان كل 10 سنوات لتحديد ايه؟ الخدمات. الخدمات دي اللي هي ايه؟ هقول لك الخدمات دي اللي هي ايه. هو مش احنا لما عددنا بيزيد بنبقى محتاجين مستشفيات اكتر، مدارس اكتر، هي دي الخدمات. يبقى احنا محتاجين زيادة في الخدمات اللي بيحتاجها السكان في الحاضر والمستقبل. هو ده تعريف التعداد السكاني ولازم يتحفظ. طيب لو جه سؤال وقال لماذا تقوم الدولة بالتعداد السكاني؟ هتكون الإجابة لتحديد الخدمات التي يحتاجها السكان في الحاضر والمستقبل. تاني، يبقى عندنا ليه الدولة بتعمل تعداد سكاني أصلا؟ عشان تحدد الخدمات التي يحتاجها السكان في الحاضر والمستقبل. طيب ممكن حد فيكم يجي يقول لي هو مصر ما عملتش قبل كده تعداد سكاني؟ يعني مثلا زمان. هقول لك لا، حصل. مصر من أقدم الدول اللي عملت تعداد سكاني. طب امتى؟ حصل ايام المصريين القدماء، ايام اجدادنا الفراعنه المصريين القدماء. مين اللي عمله؟ الملك امنحتب الثالث. يبقى حصل امتى؟ ايام المصريين القدماء، الملك امنحتب الثالث. وحصل كمان في عصر الدولة الإسلامية، وقعدوا يعملوا ويعدوا السكان 6 شهور. يبقى حصل مرتين التعداد السكاني زمان، ومصر دي كانت من أقدم الدول اللي عملت التعداد السكاني. طب إيه الدليل على كده؟ هتقوم كاتب أيام المصريين القدماء، أيام الملك امنحتب الثالث، وفي عصر الدولة الإسلامية، وقعدوا يعدوا في السكان 6 شهور. طيب هو عدد محافظات مصر قد ايه؟ 27 محافظة يا سيدي. طيب هل كل محافظة عدد السكان واحد، يعني نفس العدد هو؟ اكيد لا. يبقى في توزيع سكان مصر، يعني في ايه؟ في اختلاف توزيع السكان بين المحافظات. اختلاف في توزيع السكان بين المحافظات. طيب ايه الدليل على كده؟ هقول لك مثلا عندنا القاهرة والجيزة. مالهم القاهرة والجيزة؟ القاهرة والجيزة دي محافظات يا سيدي بيزيد سكانها عن 8 مليون. ياه، ده عدد جبار. ايوه، احنا عندنا القاهرة والجيزة من المحافظات اللي بيزيد سكانها عن 8 مليون. طيب في محافظات تانية بيقل سكانها عن مليون، زي ايه؟ زي محافظة جنوب سيناء. طب ليه؟ اشمعنى؟ انا دلوقتي عايز اعرف ليه في القاهرة وفي الجيزة العدد سكان بيبقى كتير قوي كده، وعكسها تماما في محافظة جنوب سيناء عدد سكانها بيقل عن مليون نسمة. ليه في اختلاف كده؟ اقول دلوقتي احنا عندنا القاهرة دي هي عاصمة مصر، يعني بيعيش فيها الناس علشان بيبقى فيها مصالح كتير وخدمات كتيرة قوي 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 مهمة كلنا بنحتاجها. عكس تماما محافظة جنوب سيناء. محافظة جنوب سيناء دي هي محافظة مظاهر السطح بتاعتها تبقى صعبة. يعني ايه؟ يعني بيبقى كلها رمل وطوب وجبال، صعب يعيش فيها السكان، وكمان خدماتها قليلة. بس احنا هنقول الإجابة ايه؟ لصعوبة مظاهر سطحها وندرة المياه. يعني ايه ندرة المياه دي؟ يعني المياه فيها قليلة قوي. يبقى نقول تاني في اختلاف في توزيع السكان بين المحافظات. صح. اديني طيب دليل. عندي محافظات بيزيد سكانها عن 8 مليون. فين دي؟ القاهرة والجيزة. انت نسيت ولا ايه؟ يبقى في سكان، في محافظات بيزيد عدد سكانها عن 8 مليون، هي القاهرة والجيزة. طيب في محافظات تانية بيقل عدد سكانها عن مليون نسمة، موجودة فين دي؟ محافظة جنوب سيناء. ممكن تقول لي كده ليه بيعيش العدد الكبير دوت في القاهرة والجيزة؟ هقول لك لأن عندي أعلى محافظة في مصر فيها سكان هي القاهرة، لأنها عاصمة مصر. طيب
ليه بقى؟ جنوب سيناء هي أقل المحافظات سكان، هقولك لصعوبة مظاهر سطحها وندرة المياه. يعني السطح بتاعها كله جبال وكله رمل وكله ظروف صعبة، ناس مش هتعرف تعيش فيه. كمان ندرة المياه يعني المياه فيها قليلة. استنوا باقي الدرس في الفيديو اللي جاي.